الصلاة بتمنع الخوف. تبص تلاقي الإنسان وهو بيصلي يتذكر ربنا وعمله ومعونته فما يخافش. في ساعات من ضمن أسباب الخوف المبالغة في الأخطار. يعني الواحد يكبر في الحكاية لغاية لما تطير مخه وتطير أعصابه، وجايز ما تكونش كده. يقول لك لا 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 لا. مرة واحد كان خايف معايا وبكلمه، بقول له خايف ليه يا أخي؟ خايف من زميل ليه في الشغل؟ لا ده فلان ده خطير، ما تعرفش قد إيه. خطير إيه يا حبيبي؟ ده اللي خطير هو خوف، مش الراجل اللي خطير. الخوف هو اللي مطير عقلك مش الراجل. وهيعمل لك ايه؟ يتصور لا 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 ما تعرفش الناس دول يقدروا. اللي تعبوا افكارهم المبالغه في الاخطار والمبالغه في الخوف. طب ما جوليات كان موجود وراجل خطير، ايه يعني؟ داوود قال لا، قال له اليوم الرب يحبسك في يدي. يدك ايه؟ يدك الحلوه الصغيره دي، ده عيل صغير. داوود كان ساعتها قال له اليوم ربنا يحفظك في يدي واجعل جسدك ده طعام لطيور السماء ووحوش الارض. انت يا كتكوت يا صغير، ده انت تاتيني بسيف ورمح وانا اتيك باسم رب الجنود. اليوم تعرف ان هناك اله. داوود ابتدى يشجع نفسه بالكلام ده. الحرب للرب والرب هيدفعك لايدينا. قوى نفسه وجري وماسك معاه الزلطات ومشي وراح خابط الراجل نزل للارض. ايه ده؟ قوي من جوه، ما كانش خايف. الجيش بيرتعش، لكن داوود لا. خاف من مين؟ من حته راجل طوله كذا متر؟ ولا خاف من ابدا. من واحد رمحه زي دول النساجين ولا خاف من ابدا. انا مش قادر اتصور لما داوود بيقول له اليوم يحبسك الرب في يدي. يد داوود دي اللي تحبس جوليات جواها. يحبسك الرب في يدي، يحبس نفسك، يحبس روحك، يحبس فكرك، يحبس قوتك في يدي. ويدي دي مش يدي انا لوحدي، ده ايد ربنا اللي معايا. عشان كده يد قويه، ليس لانها يد شاب اسمه داوود، وانما لانها في يد الله، ماسك فيها ايد ربنا. فربنا هو اللي هيحبسك في يده. ساعات بيجي الخوف من عدم الايمان. لو الانسان عنده ايمان ما يخافش. الايمان يطرد الخوف الى خارج، لان بالايمان تشعر ان ربنا دخل في الخط وربنا ابتدى يشتغل وربنا هو. من ضمن الاسباب ايضا اللي تطرد الخوف مناقشه الفكر. يجي لك فكر يخوفك، ناقشه. هتجد ان لا اساس له ابدا. تجد لا اساس له. من ضمن الاشياء التي تمنع الخوف سير الاباء القديسين وسير الشهداء. عمركم شفتوا الشهداء كانوا بيخافوا؟ كانوا بيقفوا زي الاسود قصاد الملوك والولاة، يعني كانوش يخافوا ابدا امام الاباطره. مفيش. ده بولس الرسول وقف قصاد فيليكس الوالي، كان فيليكس الوالي هو اللي خايف منه. يقول لك لما تكلم بولس عن البر والدينونة ارتعب فيليكس. بيرتعب من مين؟ من الاسير اللي قصاده. كان خايف؟ ما فيش ابدا. الاباء الشهداء ايه؟ خوف؟ ما كانش عندهم الخوف ده ابدا. ولذلك كانوا يوبخون الولاة والقضاة وهم ما يخافوش ابدا. مين اللي بيخاف؟ ده اما فهم الجندي لما قالوا اريانوس ولي هناك قال له السلام ليك يا فهم. قال له لا سلام، قال الرب للاشرار. انت راجل بتعبد الاصنام، ما اديكش السلام ابدا. ده بيقول ده للوالي اللي فيه، ما يخافش منه ابدا. اقروا عن سير الاباء. لا خافوا من الموت، ولا خافوا من التعذيب، ولا خافوا من السجن، ولا خافوا من الاحكام، ولا خافوا من كل التهديدات. في سلام قلبي عميق موجود داخل القلب. هو ده اللي اباء البريه ما كانوا بيعيشوا في حتت ما فيهاش حد، في وحده ما فيش حد جنبهم،
وممكن الوحوش بتاعت البرية، وممكن دبيب الأرض والحيات والتعابين، وممكن الشياطين ومحاربتهم. لكن ما فيش خوف أبدا، لأن فيه قلب قوي. إنسان ممكن يقعد حتة زي دي هو اللي يضيع روحه خوف، ممكن الأفكار تزعجه ما يقدرش يكمل الليلة حتى يبات فيها. ده في آباء كانوا يباتوا في المقابر وسط الجماجم وسط جثث الموت، يخافوا ما يخافوش. مرة أرادوا أن يتعبوا القديس أبو مقار الكبير، نام وجاب جمجمة وحطها تحت راسه. في واحد يقدر يجيب جمجمة ويحطها تحت راسه؟ فالشياطين ابتدوا يكلموا صاحبة الجمجمة ويتفقوا معها على ميعاد، وهو سمع الصوت تحت راسه، فراح شال راسه كده وبص لها وقال لها: إذا أردت أن تذهبي معهم للجحيم للظلم اتفضلي. ونام. نام. ده بيخاف من إيه؟ اللي بيخاف من الموت هو لو مستعد للموت ما يخافش منه. ده في ناس بيفرحوا بالموت يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا. في إنسان بيخاف لأنه ما يعرفش الصلاة. الصلاة بتمنع الخوف. تبص تلاقي الإنسان وهو بيصلي يتذكر ربنا وعمله ومعونته فما يخافش. إذا شعرت إن الله معك وإن معونة جنبك، الرب عن يمينك يحطم في